عليكم. اليوم جيتكم بواحد الوصفه خطيره ورائعه، وانا متاكده غادي تحتاجوها في رمضان كفطور او عشاء. كتجي خطيره وسهله التحضير ووصفه خفيفه، والمكونات ديالها متواجدين في اي دار. ويلا على بركه الله نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو ونشوفوا الطريقه ديال التحضير ديالها. اول حاجه غادي نحتاجوها في هذه الوصفه ديالنا هي نقادو لاصوص. اول حاجه غادي نحتاجو سوليس او الصلصه الطماطم، التوابل عندي ملح بزار تحميره، وعندي هنا معجون ديال الثومه، وعندي زيت العود والصوجه. غادي نخلط هاد المكونات كاملين وغادي نضيف عليهم القزبر والمعدنوس حتى هو عندي مطحون ونرجع لكم. كما كتشوفوا الصلصه ديالنا وجدات كتجي عاقده وشاده في راسها. عندي هنايا فلفل الوان بالاحمر والخضر، وعندي هنايا بطاطا. غادي نحاول اني كل خضره بوحدها نغطسها في هاد الصلصه بهذه الطريقه حتى نشبعها مزيان ونحطها، وكل وحده بوحدها في طبسيل، ومن بعد وتشوفوا الطريقه الجايه ان شاء الله. من بعد ما شرمت الخضره ديالي كيف ما كتشوفوا، عندي هنايا الكفته اللي درتها على شكل دويرات، وعندي هنايا مول اللي كيدخل الفران اللي دهنته بشويه ديال التشرمول اللي وجدنا من قبل. وغادي نبدا بالتستاف ديالي. غادي نحط اول حاجه بطاطا مع كفته، وغادي نحاول نوقفها بهذه الطريقه، وغنضيف حداها فلفله كيف ما كتشوفوا، وغنبقى مستمره بنفس الطريقه. عفوا غنهز بطاطا وكفته، وغادي نبقى غادا حتى غادي نكمل الدواره ديالي كامله ديال المول كيف ما كتشوفوا. من بعد راه كتوقف كتبقاي مستمره وغاديه بنفس الطريقه حتى كدور على الجوانب كامل. بقاو معايا حتى تشوفوا. وهذه من بعد ما ساليتها، والحشوه اللي شاط لي او الصلصه اللي شاط ليا كبيتها من الفوق كيف ما كتشوفوا، وفي نفس الوقت شعلت الفران على درجه ديال 200 غير لتحت، وغادي ندخلها وغادي نخليها حتى تطيب مزيان وتحمر كيف ما كتشوفوا. راه كتجي خطيره ورائعه. شوفوا لي اللاطه كيفاش جات خطير، والريحه واعره واعره واعره، وتسمح لي اي وحده كتوحم حقها في الجنه. وهاد الوصفه راه ساهله، وانا متاكده 100% الا جربتوها غادي تعجب ولادكم، خصوصا حيت فيها البطاطا. وحتى اللي ما كانوش كياكلوا الفلفله او اي نوع د الخضره مع هاد الوصفه اللي وريتكم، والله حتى غادي تعجبو، غادي يولي ياكلها، وغادي تولي وحده من الوصفات اللي كتعتمدوها. وكنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تشاركوه مع الحباب والصحاب. وعشرة مبروكه تدخل عليكم باش ما تمنيتو ان شاء الله. ما تنساوش تدخلوا عندي القناه وتابوناو معايا. شهيوات المزيانين.